السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إن أكتر شخص بتحبه هو نفسه اللي بيجهز قبرك، وتخيل إن مراتك كانت عارفة مكان دفنك قبل ما تموت أصلا. دي مش قصة رعب، دي جريمة حقيقية حصلت فعلا، واكتشفوها بعد 485 يوم. النهاردة هحكي لكم واحدة من أبشع قضايا الخيانة والقتل، قضية سيف وأنسام، القصة اللي انتهت بالإعدام. قبل ما نبدأ الحكاية خد نفس عميق، طفي النور حواليك عشان القصة دي مش لأي حد. ما تنساش تعمل متابعة للبودكاست وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. سيف شاب محترم جدا من عائلة محترمة، متخرج من كلية النظم والمعلومات. اتعرف في الشركة اللي هو شغال فيها على زميله، بقى يزور صاحبه في بيته، وهناك شاف أخت صاحبه اسمها أنسام وتعرف عليها وحبها. أنسام بنت من عائلة بسيطة، ظروفهم مش أحسن حاجة. عائلة سيف كانت أحسن منهم في كل حاجة، أخلاقيا وماديا. سيف راح لوالده وفتحه في الموضوع علشان يروحوا يخطبوا أنسام. والد سيف كان عامل بيت كبير في المطرية، عامل لكل عيل من عياله شقة علشان يتجوز فيها. سيف فاتح أهله إن هو معجب بأخت صاحبه اسمها أنسام وعايز يتجوزها. سيف أخد أهله وطلع على بيت أنسام اللي في حدائق القبة، قعدوا يتكلموا شوية وبعد كده روحوا. بعد ما روحوا أهل سيف ما كانوش مرتاحين للأنسام خالص ولا حتى لأهلها. حاولوا يقنعوا سيف بالكلام ده بس سيف ما كانش مقتنع. سيف كانش شايف قدامه غير أنسام اللي بيحبها وبس. كان بيروح زيارات لأنسام في بيتها، أهلها كانوا بيعملوا معاملة كويسة قوي قوي قوي، بس أنسام نفسها كانت عارفة إزاي تخليه يحبها أكتر، لحد ما خلاص قرر إنه لازم يتجوزها. في يوم قرر سيف إنه هو يروح ويخطب أنسام لوحده، والأغرب إن هم قبلوا بيه من غير ما يكون أهله معاه، وحددوا ميعاد الفرح. ولما سيف راح لوالده عشان يقوله، والده قال له احنا مش هنحضر فرحك، انت لو عايز تتجوزها روح اتجوزها، بس افتكر ان احنا قلنا لك اننا مش مرتاحين للبنت دي ولا حتى لأهلها. سيف عمل فرح كبير، محدش من أهله خالص راح الفرح. المفروض بعد الفرح كان ياخد مراته ويقعد في شقته في عمارة والده، وبرغم الخلاف اللي كان بين سيف وبين والده، إلا إن والده ما كانش مانع إن هو يقعد معاهم في نفس العمارة، بس سيف كان عنده رأي تاني. سيف أجر شقة في حدائق القبة جنب بيت أهل أنسام. ممكن طبعا ما يكونش كان رأي سيف، كان رأي أنسام هي اللي أقنعته بكده. أجروا شقة في حدائق القبة وكل حاجة كانت ماشية طبيعي خالص. والد سيف كان دايما بيتصل بابنه علشان يطمن عليه رغم إن هو زعلان منه. بعد مرور 2 ربنا كرمهم وخلفوا ولد. المصاريف زادت على سيف جدا، ما كانش عارف يعمل ايه. علشان كده كلم والده، طلب منه ان هو يجي يقعد في الشقة في بيت ابوه في المطرية هو ومراته وابنه. والده وافق، نقل سيف ومراته وابنه لعمارة والده. الوضع بين أنسام وأهل سيف ما كانش كويس خالص، لأن تقريبا ما كانوش بيطيقوا بعض. كانت أنسام من أول يوم ليها في بيت أهل جوزها كانت بتعامل الكل معاملة سيئة جدا، ما كانتش ناسية إنهم ما كانوش موافقين على جوازها، وكمان ما حدش فيهم حضر الفرح ولا حد بارك لها، حتى الولادة ما حدش برضو بارك لها عليها. بعد 3 سنين
ربنا كرمهم بطفل تاني. طول الفترة دي كانت الخلافات بتزيد بين أنسام وسيف، مشاكل عادية على المصاريف واحتياجاتهم، وإن هي كانت عايزة تعيش في مستوى تاني خالص. وكل مشكلة كانت أنسام بتتعمد تكبرها علشان تضغط على سيف، علشان يحقق لها كل اللي هي عايزاه. وكمان كانت عارفة إن هو بيحبها جدا جدا، فكانت كتير قوي بتسيب بيت جوزها وبتروح بيت أهلها لزيادة الضغط عليه طبعا. في يوم حصلت مشكلة بينها وبين سيف، سابت البيت وراحت عند أهلها، وكمان سابت له الولدين. سيف نزل من شقته، كان معاه الولدين، وخبط على والده. كان ساعتها بعد صلاة العصر، وقال له إن هو هيودي الأولاد لأنسام، وبعدها هيروح لواحد متفق معاه عشان عايز عربية جديدة بدل العربية القديمة اللي معاه. فعلا سيف طلع على بيت أنسام وساب الولاد عندها، وراح لمكان اسمه التوفيقية علشان هناك يشوف العربية. كان معاه 5000 جنيه، يعني لو العربية عجبته يدفعهم عربون، جدية حجز. بعد ما شاف العربية قرر إن هو يجربها. سيف قابل محمد اللي هو عشيق مراته. كان معاه واحد اسمه أحمد، هو سواق على عربية أجرة من بلد اسمها القليوبية. هما التلاتة ركبوا العربية وراحوا للطريق الدائري علشان يجربوها. هناك محمد يتخانق مع سيف، وأخد حجر وخبطوا على راسه وقتلوا، وأخدوا الفلوس اللي معاه وقفلوا تليفونه ودفنوه ومشوا. في اليوم ده في الفجر أنسام راحت لشقة والد سيف، وفضلت تخبط على حماها كتير قوي قوي لغاية ما فتح. قالت له سيف مش في الشقة وتليفونه كمان مقفول، أنا خايفة عليه قوي أحسن يكون حصل له حاجة. والد سيف قال لها مش انت عند والدتك؟ قالت له سيف قال لي ان هو هيجي علشان ياخدني انا والولاد علشان نروح مع بعض، ولحد دلوقتي ما جاش. اتصلت بيه تليفونه مقفول، جيت على الشقة قلت يمكن يكون فيها، بس برضو ما لقيتهوش فيها. قلت يمكن يكون عندك، قال لها لا ما جاش. نزلت أنسام هي وحماها عشان يدوروا على سيف في الأقسام والمستشفيات، بس طبعا ما لقوش حاجة. تخيلوا إن أنسام عملت بوست على الفيسبوك بتغيب سيف، ونزلت صورته كمان، وقالت إن اللي يشوفه ياريت يتصل بيها. عملوا بلاغ عن تغيب سيف. بعد سنة اتفاجئ والد سيف بمحضر تمكين أنسام من الشقة والعفش. أنسام قفلت الشقة وراحت تعيش في شقة تانية مش في شقة أهلها، وكمان رفعت قضية خلع واتحكم لها. رجال الشرطة دوروا ورا أنسام لغاية ما لقوا على السوشيال ميديا في رسائل بينها وبين محمد عشقة قبل ما يختفي سيف. قبل فرح أنسام ومحمد بيومين 2 بس قبضوا على أنسام ومحمد. في التحقيق اعترفت أنسام إن هي ومحمد راحوا لمحامي كان ساعتها سيف عايش عشان عايزين يرفعوا قضية خلع. ولما عرفت من المحامي إن القضية دي بتاخد وقت كبير اتراجعوا ورسموا خطة بديلة عشان يتخلصوا من سيف. في الوقت ده أقنعت سيف يعمل لها توكيل عام. بالتوكيل ده باعت لنفسها كل حاجة بيملكها سيف، وأقنعته كمان إن هو لازم يستبدل عربيته بعربية جديدة، وقالت له ممكن إن انت تأجرها وبكده هيدخل لنا مبلغ كبير. وافق سيف على فكرتها، وبدأت أنسام تدور على النت عن عربية مناسبة في حدود إمكانياتهم المادية. في الوقت ده بالذات محمد عشيق أنسام أجر عربية من معرض العربيات وصورها بعد ما أخفى أرقام العربية.
ونشر صورة العربية على إنها يعني للبيع على السوشيال ميديا، وبعت الإعلان ده لأنسام. أنسام أخدت الإعلان واديته لسيف، وكأنها لقيته بالصدفة، وقالت له إن العربية دي فيها كل المواصفات اللي بيدوروا عنها. اقتنع سيف جدا بإن هي دي العربية المناسبة. اتصل فعلا بالرقم الموجود في الإعلان. محمد هو اللي رد عليه. اتفقوا مع بعض على مكان وميعاد اللقاء. سيف سحب من البنك 5000 جنيه عربون للعربية. اليوم اللي هينفذوا فيه جريمتهم البشعة دي، أنسام خافت موبايل سيف. نزل سيف ومعاه تليفون احتياطي كان مع أنسام بخط جديد خالص محدش يعرفه غير أنسام لوحدها. وبعد شوية سيف قابل صاحب الإعلان وكان معاه أحمد السواق. بعد ما شاف سيف العربية وعجبته ركب معاهم علشان يعني يجربوا العربية. راحوا يجربوها في الطريق الصحراوي، وطول الطريق ده محمد فضل يشغل سيف بأي كلام لحد ما وصلوا لطريق العين السخنة. وهنا تحديدا دخلوا في منطقة صحراوية، وفجأة طلب محمد من أحمد السواق إن هو يوقف العربية. نزل محمد من العربية، طلب من سيف إن هو كمان ينزل، فنزل من غير ما يفهم إيه السبب ولا حتى هما واقفين ليه في المكان المقطوع ده. محمد بص لسيف وبقى وشه في وشه وقال له إن هو قريب أنسام مراته وإنه بيحبها، وهما دلوقتي موجودين علشان يقتلوه. سيف طبعا ما استوعبش الكلام ده في البداية، استغرب من كل اللي هو بيقوله ده وقال له انت بتقول ايه؟ محمد قال له ايوه انا عاوز اتجوز أنسام، ووريله صورهم مع بعض. سيف صرخ فيه. هنا محمد طلع مطوة من جيبه وطعنه بيها أكتر من مرة. سيف ما استحملش وقع على الأرض، بس محمد ما سابهوش. خد حجر كبير من على الأرض قعد يضرب بيه على راس سيف لحد ما اتأكد إن سيف مات. بعد كده طلع أدوات الحفر من شنطة العربية وحفر قبر سيف ودفنوا فيها بعد ما أخد الفلوس كلها اللي معاه وكل متعلقاته الشخصية. رجع تاني للعربية وأمر محمد إنه هو يسوق. وهما في الطريق محمد طلع 1000 جنيه واداهم لأحمد وقال له دولت حقك في العملية، وكمان اداله 500 جنيه قال له ادفعهم دول إيجار للعربية، وطلب منه إنه هو يرجع العربية تاني للمعرض. ده كان كلام أنسام في التحقيقات. ولما حققوا مع محمد واجهوه باعترافات أنسام، اعترف بكل حاجة. أما أحمد شريكهم التالت قال إن محمد ما قالوش على أي حاجة من اللي هو كان ناوي يعملها، وكل اللي قاله إن في شغلة حلوة وهنطلع منها بقرشين حلوين، ولو شارك فيها هياخد 1000 جنيه. وافق أحمد واتفاجئ بتنفيذ محمد لجريمته فخاف يبلغ. بعد اعترافات المتهمين اتحولوا طبعا للمحكمة، وهناك صدر الحكم بإعدام أنسام ومحمد، واتحكم على أحمد بالسجن المشدد. هنا انتهت الحكاية. الأهل لما بيقولوا رأيهم بيبقى هو ده الرأي الصح. من أول يوم أهل سيف قالوا له احنا مش مرتاحين، التوكيل العام خطر ما ينفعش تستخدمه إلا في أضيق الحدود ومع شخص ثبتت أمانته بالسنوات والمواقف، مش بس مجرد كلام حب وخلاص. الفقر مش عيب، الفرق في الأخلاق هو ده الكارثة. اختار الأصل الطيب والشبعان، لأن اللي عينه فارغة ما بيشبعهوش مال الدنيا كلها. المستخبي لازم هيجيله يوم ويتعرف، وخصوصا لما تبقى جريمة بشعة زي كده. حتى بعد مرور 485 يوم بحالهم إن ربك لبالمرصاد.
ودي كان قصتي النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.